الفرق بين الشباب والبنات في الاكل. البنات اهم حاجه بالنسبه لهم شكل الاكل وديزاين المطعم او الكافيه اللي هياكلوا فيه، لان الاكل هيتصور والمكان هيطلع ترابنتيت اهله فوتو سيشنز، مفيش مكان الا وهيتصوروا فيه. هم بيشوفوا شكل الاكل حلو بيشبعوا. بالنسبه بقى للشباب اهم حاجه بالنسبه لهم الكميه، ان الاكل يكون بيشبع. ده معيار التقييم عندنا، كل ما كان الاكل بيشبع كل ما كانت الوجبه تمام. وزاد معدل الانبساط اللي هو عرض الاكيله 30 قطعه فراخ و20 قطعه ستريبس، بغض بقى النظر عن ان الفراخ او اللحمه دي متهرونه بايظه منتهيه الصلاحيه هو نو مش مهم. يعني بيسالوا اللي شغال في المطعم الوجبه دي بتشبع؟ يا فندم، بس خلاص هاتها لنا. المهم ان هم ياكلوا لحد ما يوصلوا لمرحله ما بعد الشبع اللي هي مرحله الترجيع، وبس كده تمام اتعشت. البنات هم بياكلوا بيقعدوا يتكلموا يحكوا قصص يتناولوا اطراف الحديث. بالنسبه للشباب بيقعدوا يتكلموا حتى ما الاكل ينزل. اول ما بينزل بتلاقي بقى في صمت تام عام على المكان، كله بياكل الاخضر واليابس، كله بيديها ما بيرحمش، محدش فاضل التاني. البنات لما يحبوا يحلوا بدرينك ولا حاجه بعد الاكل بتلاقي فيه يعني حاجه كبيره كده قوي بيطلبوها، انا مش عارف ايه دي بيحفظوها ازاي بصراحه. دبل ايس وايت موكا، مش عارف ايه زلا موكا، دبل شوت هوت موكا شوت اسبريسو. بالنسبه للشباب الموضوع بسيط جدا، شاي بالنعناع، قهوه، بس حياه الشباب سهله مش معقده.